بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. سلم جديد بشرح فيه ان انا ممكن اكون عامل السلم مظبوط من غير ما اشيل السلم رملة او اخلي الارتفاعات تبوظ. هنا بقول ان الخرسانة داخلة اصلا على البسطة، فهو هعمل درجة بالعرض كده واقسم البسطة، لان انا هنا كده واخد الدرج بعد كده واريح السلم وابقى بعيد عن السقف بتاع السلم. ده اللي انا قصدي عليه. الارتفاعات دي لازم نحافظ عليها عشان معمولة لسبب. هنا السلم اللي انا نازل عليه ده هو ده اللي كان فيه كلام، في علامات على الحيطة اهي، بسم الله ما شاء الله. ده كان سلم ليه قصة كده، هبقى اشرحها في فيديو اطول. الشاهد في الكلام ان انا نازل على السلم دليل قاطع ان انا بتكلم وكلامي بنفذه بالحرف. السلم اللي تحت اللي انا بصوره ده انا خلعته النهارده الخميس 29/8. هنا انا بصور من مكان الحدث، بشاور على الارتفاع بقى عالي جدا بين الدرج وبين السلم. ده المكان السلم القديم اللي كان بيبقى طالع على السلم ده كان بيلمس السقف بايده يا اما بدماغه. انا واحد من الناس كنت فاضل سنه بسيطه على المسه بدماغي، وكان في درج معمول كده كان قاسم البسطه من نصها تقريبا، والرمله دي كلها زياده. ده الكلام ده كله هتشوفوه في صوره، لان انا لحقت الكلام ده في صوره. الاستاذ سامح ربنا يبارك في عمره كنت متابع معاه من اول ما اشترى السلم وقطعه. ده الدرج بتاع المدخل. الخرسانه تكاد تكون طبيعيه، مش ما تقلقش قوي للدرجه يعني. الخرسانات باينه خالص انها مقبوله حلوه شغاله ما فيهاش اي حاجه. والراجل ما شاء الله كان صارف ومكلف. دول الصناعه. طبعا انا ما بعيبش في اشخاص، بس شوف المنظر ده، منظر السلم اللي كان قديم. انا مش عارف هو لو ينفع نرجع بالصوره ورا شويه عشان نشوف السلم التاني ده. احطها في اخر الفيديو، اضيفها في اخر الفيديو لو عرفت بعيد تاني ليه الكلام، لان انا ملحقتش اصور. الفكره كلها ان السلم ده كان معمول شايل رمله كتير جدا بدون اي داعي. انا رحت عينت الشغل اللي انا اللي واخد المقاسات من مكاني، فكان لازم الدليل هنا يبقى قاطع ان انا واخد المقاسات وانا مش موجود. وعلى كلام استاذ سامح، الشيخ سامح ربنا يبارك في عمره، وركبت السلم بنفس القوايم اللي حضراتكم شفتوها من شويه. والسلم كان شايل رمله عجيبه الشكل. في الفيديو الكبير بقى الفيديو الطويل اللي اطول من ده شويه هتكلم في هتكلم في السلم الطاير او السلم الحر او whatever الاسم اللي بيطلقوا اخواتنا الصناعيه عليه، اللي هو من الناحيه الشمال او من الناحيه اليمين بيكون مفيش ترابزين. ده بيتعمل ازاي؟ ده اللي انا هتكلم فيه في الفيديو اللي بعد كده ان شاء الله اكون صورت برضه بالدليل العملي، والميزان محطوط على الدرجه. السلم ده بيبقى مواصفاته مختلفه شويه عن اي سلم. وبسم الله ما شاء الله السلم كان مشطوف خرزانه جنبه راس. وانا هنا مش بعيب برضه في اشخاص، الناس دي معلمه، ناس كويسه، ناس محترمه ما اعرفهاش، بس جانبهم الصواب في تنفيذ السلم. وكل واحد بياخد رزقه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.